إثم البحر الأبيض المتوسط الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ولكن سنحتفل الليلة أيضا بحدث وطني كبير بدأ منذ 50 سنة بمسيرة خضراء مظفرة لتكتمل اليوم باعتراف دولي بأحقية المغرب في صحراءه وبأهمية الحكم الذاتي كحل لاجع لإنهاء هذا الصراع. 5 عقود من النضال المستميت، من التضحيات الجسام، من البناء والتعمير، من المشاريع الكبرى والمفاوضات شرقا وغربا شمالا وجنوبا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. لقد حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الجويرة. Qui nous rejoint, normalement encouragé par ce vaillant et merveilleux public. Toujours le magnifique santé de Waziri. Hello. Thank you, everyone. Tetuan. It's a great festival. I'm very excited to be there and for this. I don't know. Sorry. Thank you. And this film is so great and important for me, and I'm very happy. So thank you. C'est une activité très essentielle pour moi. Merci à vous tous. Merci aussi au festival. Merci Carlota. كارلوتا، شكرا جزيلا لأعضاء لجنة على سعة صدركم ذلك على بقائكم معنا ومشاهدة هذه الأفلام وتقييمها. Muchísimas gracias. Merci Fatima, merci Federico, merci Cédric, nous vous raccompagnons, merci Carlota, merci à vous tous. مهرجان تطوان التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. اليوم حفل الختام، يصادف هذا الحفل حدث تاريخي بالنسبة للمغرب وحدث مهم جدا، وهو وحدة ترابية تعلن من طرف الأمم المتحدة وفي قرارها التاريخي، وهذا انتصار للدبلوماسية المغربية وانتصار للشعب المغربي وانتصار للأمة المغربية. الآن وحدة ترابية اختيار أساسي بالنسبة لنا، والحمد لله يمكن نقول أنه انتهى الملف ل 50 سنة ديال الكفاح، 50 سنة النضال، 50 سنة ديال الاجتهاد من طرف كل الأطراف، حتى الفاعلين الجمعويين والمهرجانات هي كانت منخرطة منكبة في هذا الملف، وساهمت كل واحد على حسب القدرات ديالو والاستطاعات ديالو. طبعا ختام مهرجان تطوان الآن عندنا ختام، سنوزع الجوائز على الفائزين.
عندنا جوائز الافلام الروائيه الطويله، وعندنا جوائز النقد. كذلك اننا مهرجان تطوان نظم ندوتين، ندوه حول الكوميديا في المتوسط، ندوه حول السينما المرأة في المتوسط. وقعنا 3 كتب: كتاب نور الدين أفاي الذي أصدرته مؤسسة مهرجان تطوان، كتاب المخرج الشريف طريبق، وكتاب محمد بكريم. طبعا عندنا تكريم نبيل عيوش كمخرج مغربي، تكريم إياد ناصر كممثل أردني فلسطيني مصري، وكذلك تكريم الممثلة الإسبانية العالمية عايدة فرش. الجائزة فرح الحمد لله الحمد لله. كتقول أن العمل ديالك ما مشاش على الخاوي، وفرحان بزاف. هذه أول مرة كنحضر المهرجان، ومن المهرجانات اللي كنفتخروا بها في المغرب، من المهرجانات اللي معروفة بأفلامها العالمية الكبيرة، وأي ممثل وأي مشخص أي مبدع يبغي يكون حاضر في المهرجان. فهاد الجائزة صراحة ماشي لي بوحدي، غادي تكون كنتقاسمها مع فريق العمل التقني والفني ديال السوناطة الليلية، على رأسهم عبد السلام القلاعي على الثقة ديالو الأولى اللي عطاها ليا، وعلى الاكسبيريونس اللي دوزتها في العرايش. كنتقاسمها مع الناس ديال العرايش، وكنتقاسمها مع كاع المغاربة اللي كيخدموا الناس من قلبهم. طبعا الفوز ديال الممثل سعد موفق بجائزة أحسن دور رجالي في الفيلم الذي أخرجته سوناطة ليلية في مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط هو واحد النوع ديال الاعتراف بجودة الأداء ديال هذا الممثل أولا، اللي هو من أجمل وأعمق وأذكى الممثلين المغاربة، واللي اشتغلنا أنا وياه واحد العمل طويل جدا باش وصلنا لهذه النتيجة اللي عجبت هذه لجنة التحكيم المكونة من مخرجين كبار من مختلف مناطق العالم. وهو ايضا اعتراف بالعمل اللي قام به كل الفريق التقني والفني ديال الفيلم. اي تتويج هو واحد النوع ديال الاعتراف، وفي نفس الوقت واحد النوع ديال الزياده في المسؤوليه، انه في الاعمال القادمه خص الانسان يبذل مجهود اكثر باش يكون المستوى الاعمال القادمه بحال مستوى الاعمال السابقه او افضل. وهذا هو الشيء الضروري اللي غادي نقوم به. وكنتمنى انني نرجع بفيلم اخر لمدينه تطوان، هذه المدينه اللي قريت فيها واللي تبنتني في واحد الوقت، وهذه القاعات اللي كنت كنشاهد فيهم الافلام حين كنت شاب، وكنعتبر ان هذا المهرجان واحد من المواعيد الجميله ديال السينما في المغرب.